عمرك فكرت في حد وفجأة لقيته باعت لك رسالة أو بيرن عليك؟ الموضوع ده بيتكرر كتير مع كل الناس، والعلماء لحد النهاردة مش قادرين يفسروه. التخاطر هو إن عقلك يبعت إشارة لعقل تاني بدون أي وسيلة اتصال، كأن أفكاركم بتتنقل في الهواء. في أبحاث حديثة بتقول إن عقول البشر كلهم ممكن تكون متزامنة زي أجهزة الكمبيوتر اللي متوصلة بشبكة واي فاي واحدة. عالم النفس الشهير كارل يونغ، واللي كان تلميذ لسيجموند فرويد، أشهر عالم نفس في التاريخ، كان مؤمن إن في حاجة اسمها اللاوعي الجمعي، وده معناه ان في ذاكره مشتركه بين كل البشر، بنك رموز وافكار ومشاعر متخزنه في عقولنا كلنا. وعلشان كده ممكن تلاقي ناس من ثقافات واماكن مختلفه بيحلموا بنفس الاحلام او بيحسوا بنفس المشاعر في نفس الوقت. وبعض العلماء شايفين ان ده تفسير لمواقف زي انك تفكر في حد وفجاه تلاقيه بيكلمك. لكن هل ده علم مؤكد ولا مجرد مصادفه؟ هو لحد النهارده مفيش اثبات علمي على الموضوع. فقول لي رايك انت في الكومنتات، ولايك واشتراك، واستنوا الجديد علشان كله مفيد.